عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا ملكات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأحسن صحة وأفضل حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فضلا منك يا أمرايا وليس أمرا طبعا. حطي لايك عشان الفيديو يترفع ويوصل لأكبر عدد ممكن وغيرك يستفيد، وقولي معايا: اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي وألتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. اللهم أعني ولا تعن علي، اللهم انصرني ولا تنصر علي. أهلا وسهلا بكل ملكة جميلة دخلت عندي، نورتيني وشرفتيني وكترتيني. إن شاء الله عيلتنا هتكبر بيكم ومعاكم. وأخيرا بحب كل بنوتة اشتركت وانضمت لعيلتي وبقت أخت من إخواتي، فيلا كده كل اللي ما اشتركش يشترك في القناة ويفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد بعمله وهعمله. وشكرا لأي حد بيشجعني حتى ولو بكلمة حلوة. شكرا لكل صدفة جميلة جمعتني بناس جميلة زيكم. يلا بينا على الفيديو بسرعة كده نقول احنا بنعمل ايه. انا النهاردة هعمل صينية بطاطس بالدبابيس، تمام، ورز معمر وحاجات جميلة كده هوريها لكم. هنا مبدئيا انا عملت ايه بقى؟ انا جبت الكبة بتاعتي وطحنت بصلاية وطماطماية وفلفلاية، وحطيت فلفل اسود وحطيت كمان بابريكا وحطيت قرفة وكمان توم باودر، الحاجات دي، وكمان بهارات الفراخ بتاعت باب الشام. وحطيت كده معلقتين كاتشب، وكمان هحط معلقتين دبس رمان. الحاجات دي كلها انا حطيتهم على بعض كده، وكمان هضربهم في الكبة، وكمان حطيت الملح ودلوقتي بضربهم. هجيب بقى الدبابيس. احنا هنعمل تتبيله حلوه كده للدبابيس نفسها، عشان انا مش لا مبيته الفراخ او الدبابيس، يعني مش مبيتاها في تتبيله. وكمان انا في العادي لما كنت بجيب الفراخ او الحاجات دي على طول كنت بتبلها وعينها متبله. انا دول بقى بصراحه ما كانش عندي وقت ان انا اتبلهم، فعينتهم يا دوب غسلتهم ونضفتهم وعينتهم على طول. فطبعا الخلطه دي انا عاملاها عشان اتبل بيها الدبابيس كده بتاعتنا، ومش هتاخد وقت خالص. انا مسافه بس ما اقطع الحاجه واجهز بقيه الصينيه هيكونوا خدوا طعم حلو قوي من بعض وخلاص، تمام. يعني مش اقصد ان انا مش هقعدها ساعه ولا الكلام ده، لا. هنا قطعت البطاطس اهي، انا مقطعاها كده بشكل مختلف شويه، مش مكعبات ومش مدوره، مش حلقات يعني. تمام. وهنا بقى ايه، بصلايه وطماطمايه ومعلقه توم، هحطهم كلهم على بعض كده. علشان ايه بقى؟ انا هعملها المره دي بطريقه مختلفه، عشان هحط التتبيله دي، بقيه التتبيله اللي احنا حاطينها جزء تبلنا بيه الدبابيس، والباقي هنحطه على المكونات بتاعتنا دي، الخضار بتاعنا ده، وهنقلبهم على بعض. هيبقى طعمهم تحفه تحفه تحفه. انتوا عارفين يعني ايه اصلا نتبل خضار بتتبيله الفراخ؟ فانتوا عارفين هتروح في حته تانية خالص. جربوها تعجبكم قوي ان شاء الله. حطينا بقى كل الحاجات دي على بعض، قلبناهم على بعض كده، وحطيناهم في الطاجن بتاعنا، طاجن بايركس، وكنت دهناه تحته كده معلقه سمنه. وهحط كمان مكعب مرق الدجاج. عشان ايه بقى؟ عشان انا مش هستخدم شوربه، لان انا طبعا انا دلوقتي مستخدمه الفراخ دي، انا مش عامله لها شوربه، فحطيت مرق الدجاج عشان تدينا نكهه حلوه. كده كده التوابل اصلا والحاجات اللي احنا عاملينها، التتبيله الحلوه دي هتخلي الطاجن طعمه تحفه. وكمان حطيت معلقه صلصه هنا مخففاها بمعلقه ميه كده. ليه بقى؟ لان انا لا مش هحط صلصه، مش هحط يعني مثلا كوبايه صلصه ولا حاجه اللي هي طماطم، لا. انا يا دوب بس مستخدمه معلقه واحده بس، ومكتفيين بايه الطاجن بتاعنا بالطماطمايه اللي احنا حاطينها، طماطمايه في التتبيله وطماطمايه متقطعه على الطاجن ده، تمام. شفتوا؟ اوبا حركه مش حلوه خالص، حركه مش مقصوده. بقلب لقيت المعلقه اتكسرت. هنقف؟ مش هنقف، نقلب برضو بيها عادي. قلبنا الطاجن بتاعنا الحاجات اللي فيه، وكمان رصينا الدبابيس بتاعتنا اهي، والتتبيله اللي نزلت من الدبابيس هنحطها برضو فوقيها كده اهي، حطيناها كده فوقها. ويلا بينا على ايه؟ يلا بينا على الفرن. احنا دلوقتي كمان هنعمل رز معمر كده، الشكل النهائي بتاعها. لا، ده نسيت اقول لكم ان احنا هنحط كمان معلقه سمنه عليها. هنحط معلقه سمنه على وشها كده، ونغطيها بالورق الفويل ده، وندخلها الفرن بقى. هنا بقى هعمل ايه بقى؟ هعمل رز معمر. جبت كده البرام بتاعي، برام اللي بصوا طعم الحاجه في الفخار انتوا عارفين بتبقى حلوه قوي. فهنا حطينا السمنه، دهنت الارضيه بتاعه الطاجن سمنه، وحطيت 4 كوبايات رز.
يعني كيلو، بمعدل كيلو. بصوا بقى يا بنات عشان ما تتلخبطوش، انا هنا بعاير بالكوبايه عشان اوريكم انا حطيت كام كوبايه على الاربع كوبايات رز. انا هحط 8 كوبايات، 7 كوبايات حليب، واخر كوبايه هحطها ميه. لو انتوا بصوا دي طريقه، لو في طريقه تانية برضو، انا في ناس ممكن تظبطها بعقلتين كده، يعني عقلتين لبن. يعني انت حطيتي الرز اهو، تقومي حاطه حاطه اللبن لحد ما حطي صبعك كده، هتلاقي عمل عقلتين لحد عقلتين كده، الحز بتاع اللبن يبقى على الحز بتاع العقله التانية بتاعك كده، يبقى ايه المعيار بتاعنا مظبوط. او إيه، نختصر كل الحاجات دي ونحط لكل كوبايه رز نحط كوبايتين لبن، يعني الكيلو رز عليه 2 كيلو لبن. تمام. فاحنا هنا اهو بعايره اهو، بوريكم ان انا حطيت على الطاجن ده كمان معلقه ملح، وبقلب كده، افضلوا تقلبوا حبه حلوين كده عشان الملح يدوب. لو انتوا عايزين بقى معايرين كل حاجه من بره كده، مثلا لبن عاملين 2 كيلو على كيلو الرز، يعني عاملين 2 كيلو لبن، دوبوا الملح فيه عادي بقى، فاهمين؟ فانا هنا انا عشان حطيت الملح دايركت، بس عشان حطيت الملح دايركت كده على اللبن، فعماله قلبت شويه حلوين يعني. هنا بقى حطيت ايه، معلقتين قشطه او معلقه قشطه كبيره حلوه كده، وكمان معلقه سمنه بلدي. بصوا هو بقى طاجن يعني، بصوا متكلف كده، لان هو الرز المعمر كده، انت عايزه تاكلي رز معمر. ولعلمكم الحليب ده كمان حليب فلاحي يعني بلدي تقيل. هنا بوريكم، هنا دخلتها الفرن الصينيه الطاجن بتاعنا بتاع البطاطس وكمان الرز المعمر. هنا بقى انا بعمل ايه، انا هعمل جيلي. ابني بيحب الجيلي، فانا بقول لكم ان انا حطيت 3 كوبايات ميه، طلب مني ان انا اعمله جيلي. وهنا حطيت 3 كوبايات ميه عليهم الثلاث بكاوي الجيلي دول، وافضل اقلب حبه حلوين كده بحيث ان هم يدوبوا معانا يتجانسوا كده. لا لا، ايه ده. هنا حطيت ايه بقى، بعد ما قلبت حبه حلوين وتاكدت ان هم دابوا على بعض كده، قمت حاطه 3 كوبايات ميه من الحنفيه. يعني هنا الاول غليت 3 كوبايات ميه، اول ما غلوا معايا كده قمت منزله ال3 بكاوي جيلي، وكمان حطيت عليهم بعد ما قلبتهم حلو ودابوا، قمت حاطه 3 كوبايات ميه من الحنفيه. تمام. بس كده، هو اصلا بيبقى مسكر، مش محتاج ان احنا نحلي ولا حاجه. بس في ايه، هنا بقى ايه، بصب دلوقتي في الاطباق بتاعتي. بصوا من الحاجات السريعه جدا الجلي ده، هو مش مفيد والله، بس انا يعني احنا كلنا كنا احنا صغيرين بنحب الجلي جدا، واولادنا برضو طالعين كده، فقلت اعمل حاجه سريعه كده وانا واقفه على ما الحاجه اللي في الفرن كانت تستوي. فعملت له، كان عندي موزتين كده قمت مقطعاهم، وهنا بعمل عصير كانتالوب او اناناس، انا بقول عليه اناناس، جوزي بيقول لي لا ده كانتالوب، الاناناس التاني اللي هو عامل زي الشجره ده. فكل واحد بقى بمسمياته، انا بحبه كده باللغه دي، انا بقول عليه اناناس، هو منه كان جوزي متربي في السعوديه، فهم هناك بقى بيقولوا على الحاجه بمسمياتها، انا ما اعرفش في السعوديه بيقولوا ايه والله، بس هو دايما يقول لي عليه كانتالوب ده. تمام. فهنا بقى ضربنا العصير بتاعنا اهو بالهاند بلندر او في الخلاط الموجود، وعملنا لهم النهارده ايه بقى، عملنا لهم عصير الاناناس بتاعنا الحلو ده، وعملنا جيلي ده الحلو، وعملنا بقى الحادق ايه، طاجن إيه، طاجن بطاطس بدبابيس الفراخ، وكمان عملنا بريم رز معمر قمر كده. بصوا جربوا الحاجات دي بالطريقه اللي انا قلتها، والله هتعجبكم خالص. انا في اصلا وصفات لسه كمان، في طواجن بطاطس كتير هعملها معاكم باصناف مختلفه، يعني انا عندي ما بربطش نفسي بوصفه معينه افضل ماشيه بيها على طول، لا انا بجدد، بحب التجديد. فانا هنا بقى اقول لكم ايه، قطعت كمان اناناس، الباقي اللي كان عندي قمت مقطعاه، وحطيت كمان عنب. انا ابني بيحب الجيلي كده، يقعد ايه، عارفين اللي هو انتوا الصندوق العشوائي، هو ده بقى الطبق العشوائي يقعد يطلع كده، كل ما يطلع معلقه يلاقي فيها حاجه. فهنا بوريكم الشكل النهائي بتاعنا، الرز المعمر بتاعنا، وكمان طاجن البطاطس. جربوهم هيعجبوكم خالص ان شاء الله، كلها حاجات بسيطه خالص بس بتفرح الولاد. انا بقى جبنا طبقين اهو بنغرف، بوريكم البطاطس بعد ما طلعناها، وشوفوا بقى الدبابيس دايبه ازاي، تحفه جدا، مخدتش وقت في السوا خالص خالص، وطعمها اكنها والله متبله من بالليل كمان، تحفه. وهنا بقى بوريكم الرز. بصوا انا الرز المعمر برضو بعمله بطرق مختلفه، يعني انا الطريقه دي
انا مش عامله له وش محمراه، مش محمره وشه قوي يعني. انا بقى في مره هنزل لكم برضو طريقه رز تانية انا عاملاها تحفه تحفه تحفه. هو اصلا انا مصوراها يعني، هنزلها لكم بس شويه كده لما يعني ايه، لما يعدي كام فيديو كده ان شاء الله هوريها لكم. عامله الوش بتاعها، عارفين انتوا وش الرز المعمر الاحمر الحلو ده؟ هنا بقى بوريكم ان هو مفلفل ازاي، مش معجن خالص، والخرطه تطلعيها تلاقيها زبده كده دايبه في بقك دوب كده. بالهنا والشفا، اللي يجرب طريقتي هتعجبكم خالص ان شاء الله. وبكده يا امارات الفيديو بتاعنا النهارده خلص. يا رب يكون الوصفات اللي عملتها عجبتكم. وفي نهايه الفيديو بتاعنا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ربنا واتوب اليك. مع السلامه.